مساء الخير على الجميع، وأسعد الله أوقاتكم بالرضا والمسرات. اليوم كنت في جدال وفي نقاش مع أحد الزملاء، طبعا زميل قديم، رجل ذو علم ومعرفة. كنا نتناقش في موضوع أبيات لأبي فراس الحمداني عندما في وصف قومه عندما تهاجمهم أو عندما يقدم إليهم القوم. فقال أبيات يقول: ستذكرني قومي إذا الخيل أقبلت، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنها العنترة بن شداد، ولكن كان هو الأدق ولا أصوب في الإجابة. طبعا هي أبي فراس الحمداني، وأبي فراس الحمداني له أبيات جميلة. يقول: أيا أم الأسير سقاك غيث بكره منك ما لقي الأسير، إذا ابنك غاب في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير، حرام أن يميت قرير عين ولؤم أن يلم به السرور. الهدف أنه بعض الناس لما تواجه أو تصادفه، سواء من الزملاء، من الأصدقاء، من ربعك وبن عمك، يكون له دور تستذكر معاهم العلم والمعرفة والحكمة والمثل والسالفة الطيبة، القصة المؤثرة. ولكن بعضهم رجل سلبي، كل جلستك معه سب وغيبة ونميمة، وأنت لا استفدت شيء، وفي النهاية تكسب سيئات. هذا حاول أنك تبتعد منه قدر الإمكان. والإنسان اللي الصالح والإنسان اللي تستفيد منه